لازم تغلط، لكن في فرق بين اب وام بيعاقبوا صح واب وام تانيين بيعاقبوا وخلاص. في فيديو النهارده هنعرف ان في كذا نوع من انواع العقاب اللي ينفع مع الاطفال، وفي انواع تانية ما تنفعش نهائي. وطالما ناويه تعاقبي صح كملي معايا بقيه الفيديو، هقولك على كذا طريقه كده كويسين جدا انك تعاقبي بيها طفلك من غير ما تاذيه لا نفسيا ولا بدنيا. على فكره كلمه عقاب في حد ذاتها كلمه مخيفه، لكن احنا ممكن نستخدم الكلمه دي ببساطه جدا. اهم حاجه ان انت تبقي عارفه ان معنى كلمه عقاب ان انا بعيد توجيه سلوك ابني بعد ما كان غلط لصح. بمعنى ان انا عشان اعرفه الغلط من الصح لازم يبقى في طريقه من طرق العقاب كده لو غلط. احيانا كتير بنكتفي ان احنا نواجه الطفل عن طريق الكلام، لكن في حاجات ما ينفعش نتهاون فيها، وما ينفعش نقول هقول له بالبق كده وخلاص. لازم الطفل ساعتها يتعاقب عشان يندم على اللي هو عمله وما يرجعش ليه تاني. وزي ما قلت لكم العقاب اللي احنا هنستخدمه عقاب كده بسيط ولذيذ، ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لنا احنا ككبار، لكن هو بالنسبه للطفل حاجه صعبه جدا وحاجه اعمل لها الف حساب قبل ما يغلط تاني الغلط. عايزاكي بس تبقي فاهمه ان مش اي عقاب ينفع مع اي طفل مع اي عمر. كل عمر في الطرق والوسائل اللي بتاثر على الطفل. مش يعني بنت كبيره عندها 9-10 سنين واروح قايله لها اي عقاب كده ملوش اي لازمه، ولا اقول لها مثلا اقعدي على النوت تشير وهتحس ان ده عقاب. تعالوا مع بعض النهارده نتكلم على كذا طريقه من طرق العقاب اللي تناسب سن مثلا 2.5 لحد 5 سنين، من غير ما تضربي ولا تزعقي ولا تتشنجي ولا اعصابك تنهار. كلمتين بيلخصوا الموضوع. وقبل ما اوريكم الطرق ما تنسوش دلوقتي حالا تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. يلا بينا. واول طريقه هتكلم فيها هي النوتي تشير، وده من ابسط الطرق اللي ممكن تتعاملي بيها او تعاقبي بيها طفلك. اي كرسي عندك في الشقه حتى لو كرسي الانتريه بتجيبيه على جنب، واول ما بيغلط الطفل بتقولي له يقعد على النوتي تشير. الموضوع ده بيأثر فيهم جدا، بس اهم حاجه قلبك ما يرقش، وبعد ما تطلعي على النوتي تشير تقول له خلاص انزل على طول، لان احنا كده ما عملناش اي حاجه. وبالنسبه لعمر الطفل بيقعد على الدقايق على قد عمره، يعني لو عنده 3 سنين يقعد 3 دقايق بس على النوتي تشير، ولو 5 يبقى 5 دقايق بس. تاني طريقه هنتكلم عليها وانك تسحبي اللعب اللي بيحبها وتقوميه من عليها وتقولوا له انت اتعاقبت بده بسبب اللي انت عملته، ولازم يفهم ده كويس قوي. ومن ابسط الحاجات اللي ممكن نعملها ان احنا نكتفي ان احنا نقول لهم انا زعلانه منك عشان انت عملت كذا، ويفهم ان هو غلط، وساعتها مش هيكرر عمره اللي عمله تاني.